شهرزاد. تحية لك يا مليكي، أقطفها لك من بساتين حبي. وتحية لك يا مليكتي في أبهى حلاك وأبهى جلاليك. فيما كنت تفكر يا مليكي؟ كنت أفكر فيما يصنع الناس بالناس. كنت أفكر في المعركة الأبدية، معركة الخير والشر، المعركة التي قامت منذ قامت الحياة، منذ قتل هابيل أخاه. ماذا تريدين بي يا شهرزاد؟ خيرا يا مولاه. لقد ظللت تقدمين لي في كل ليلة أنماطا وألوانا من الناس والحياة، حتى حشدت الدنيا كلها في هذا المخدع الصغير. أو ينتهي حديثنا عند ذاك؟ بل يبدأ يا شهرزاد. لقد ظللت طول هذه الليالي تلحين على إحساسي حتى تنبه. لقد ظللت تطرقين قلبي بصوتك الناعم حتى تيقظ. لقد بدأت أحس أن وراء هذه الأخبار شيئا تريدين أن تقوليه. ألا قوليه صراحة يا شهرزاد. ماذا تريدين بي يا شهرزاد؟ أنا لا شيء أكثر من أن أسليك وأن أملأ لياليك. لا يا شهرزاد، لا. إنك تلذعين شعوري بما تعرضين علي من ألوان الحياة والناس. إنك تتكلمين عن الظلم أحيانا كأنك لا تعنين سواي. أنا إنك تذكرني بالأميرة جوهرة في قصة زواج الملك بدر باسم. لا تفري من الجواب. أنا لا أفر من سؤالك، ولكني أجيب على طريقتي. ألا ترى يا مليكي أن في المعاريض ما يشفي؟ كيف؟ عندما يكتشف الإنسان حقيقة نفسه بنفسه، فهيهات هيهات أن يضل السبيل. إذن فأخبريني، ماذا تريدين؟ أريد أن أجيب على سؤالك. وليكن جوابك فصل الخطاب. إذن فإليك هذه القصة. قبل أن أسمع القصة أريد أن أسمع الجواب. ولكن القصة نفسها هي الجواب. أتتمثلين الأمثال؟ إذا أردت جواب السؤال. وما ذاك يا شهرزاد؟ زعموا يا مليكي أنه كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان ملك عظيم الشان، عريض الجاه، بعيد السلطان، اسمه الملك طهمان. وكان لهذا الملك 3 زوجات و100 سرية، ولم يرزق بولد ولا بنية. فحزن الملك لذلك وحزنت معه الرعية. ومرت السنون وتعاقبت الأعوام، والملك محزون تتقاسمه الآلام، إلى أن كان يوم من ذات الأيام، وبينما هو جالس على عرشه يحف به قواد جيشه، دخل عليه بعض الحجاب وأخبروه أن نخاسا بالباب ومعه جارية سبحان الوهاب جمالها يأخذ بالألباب. كيف يعيشون تحت البحار وتصف له عالم الماء، وكيف يحيا فيه الأحياء، إلى أن قالت: مولاي